اهلا بيكم، معكم محمد السيد، والنهارده هنتكلم عن فرقه تانية من السته الكبار وهي المان يونايتد. طبعا المان يونايتد لسه جايب صفقه جديده اللي هي هويلاند. هويلاند جاي من اتلانتا. دلوقتي هنعرف هل الصفقه دي هتفيد اليونايتد، هل الصفقه دي هتاخد من رصيد راشفورد في الفرقه، الجوان الاساسات اللي هو بيعملها هتفرق لما راشفورد يلعب على الطرف غير لما يبقى مهاجم، وهو لما هيبقى هو المهاجم الاساسي. كل ده هنتكلم عنه في الفيديو دوت. مبدئيا اليونايتد كان بيلعب السنه اللي فاتت 4-3-3، فالسنه دي بعد ما ماونت جه وبعد ما جاب مهاجم، هو في الماتشات الوديه لعب اغلب المباريات ب 4-2-3-1. كان ماونت بيلعب جنب كازيميرو في نص الملعب وقدامهم برونو، وجنب بقى غير مره انتوني، مره جارناتشو، مره سانشو، وراشفورد كان بيلعب الماتشات اغلبها كلها مهاجم، طبعا مع تضييع الفرص بتاعت راشفورد المعتاده يعني. فدلوقتي بعد ما هويلاند جه، هويلاند هيبقى هو المهاجم الصريح وراشفورد هيلعب على الشمال. بس هل دلوقتي راشفورد بتسعة الموضوع بتاع هويلاند لما يبقى هو المهاجم هيضايق راشفورد ولا لا؟ والله بعد سيرش عن هويلاند وطريقه لعبه والجوان اللي بيجيبها، هو مهاجم اكتر، يعني هو مهاجم محطه اكتر من ان هو مهاجم تارجت. فاعتقد تين هاج هيستخدمه زي ما كان بيستخدم فوج هورست قبل كده، وزي ما كان عايز يعمل مع كريستيانو رونالدو، ان هو اللي بينزل يستلم الكوره وبيفضي مساحات للاجناب ان هي تخش لجوه. ما اعتقدش، وبالحاله دي ما اعتقدش ان ده هيضايق راشفورد جدا، بالعكس ده ممكن يزود جوانه ويخلي مساهمه راشفورد في الجوان اكتر، لان من مميزات راشفورد ان هو سريع، لما بيجي من ورا في ظهر المدافعين بيبقى احسن من ان هو يلعب هو ما بين الاثنين قلب الدفاع. فاعتقد لا، راشفورد معانا وبقوه وبتسعه كويس جدا في نص الملعب. نيجي بقى نص الملعب نتكلم عنه شويه. برونو 8.5، برضو المركز اللي هيبقى فيه دلوقتي قريب من الجون زي برونو زمان ايام سولشاير، بيلعب في الزون 14 على خط ال 18، عنده مساحه يشوط، عنده مساحه يلعب الفاولات، يعمل اللي هو عايزه في الكوره، يعني هيكون مرتاح شويه عن كان بيلعب في الطرف او كان بيلعب متاخر في نص الملعب. فاعتقد ان برونو برضو حل جميل جدا. ماونت احنا عارفين ان ماونت مسابعه، بس لازم ما اعتقدش ان هو يعني هيبقى مهم او ان هو هيبقى مؤثر او ان هو هيبقى هداف، لان ماونت هيلعب جنب كازيميرو في نص الملعب ويبقى متاخر بعيد، هيلعب 8. فما اعتقدش ان ماونت هيبقى هو الصفقه الرابحه في اليونايتد يعني. هنيجي نتكلم عن دفاع اليونايتد. اغلى واحد في دفاع اليونايتد هو لوك شو ب5.5. طبعا لوك شو لا غبار عليه، راجل بيعمل اسيستات، بيتقدم في نفس الوقت من الناس اللي هي على طول البونص لازق فيها، يعني هو نقطة 2 و3 لو هو عمل حاجة، الثلاثة بتوعه ضامنهم. فلوك شو كويس 5.5، بس برضو سعره غالي. لو ممكن تلاقيه يعني لو عايز تعمل كفر من دفاع اليونايتد في ب5 فاران ومارتينيز ودالوت. تمام، فاران ومارتينيز اعتقد ان هم ضامنين مركزهم السنه دي، مفيش كلام على الموضوع دوت. دالوت ممكن هو شويه، ممكن وان بيساكا شويه، لو هيلعبوا فرقه الدفاع بتاعها الهجوم بتاعها عندهم حد سريع من ناحيه اليمين، فهيروح يلعب عليه وان بيساكا، وده هيسهل على اليونايتد الدفاع شويه، خصوصا ان اليونايتد ماتشات كتير بيلعب دفاع متقدم فبيبقى فيه مساحات ورا. مثال على كده طبعا ماتش الليفر السنه اللي فاتت. فاعتقد يعني ان وان بيساكا ودالوت هيبقى فيه روتيشن في الجنب ده. ف هنروح لحاجه تانية خالص، حاجه اول مره نتكلم عنها، هي حراسه المرمى في الفريق ده. يعني انا شايف الصفقه فعلا في اليونايتد هي اونانا راجل لسه جاي ب5، جون كويس جدا، يعني غير ان هو جون كويس هو من احسن الحراس في العالم، اللي بيبتدي الهجمه من تحت وبيقعد يبازي مع اللعيبه وبتاع، هو بيغلط بس اعتقد ان الموضوع ده يعني هيبقى مفيد جدا. وانا بصراحه انا مستني اشوف الجون اللي اونانا والكره تكون ملعوبه له، هيبقى هو لعبها طويله تروح لراشفورد او انتوني ويخش ببطن رجلي يحطها جون، وهيبقى اونانا عمل اسيست. انا عارف ان انا هشوف الجون ده السنه دي، فانا بقول اونانا
اهم حد في دفاع اليونايتد. يعني ممكن تجيب اونانا بدل لوك شو، وفرت 5، وفرت نص مليون، ممكن تحطه في اي لعيب في اي مركز تاني. جدول اليونايتد يعني نوعا ما كويس. يعني هو ماتش وماتش، ماتش وماتش، بالذات في الاول خالص. هيبتدي مع وولفز، بعد كده توتنهام، بعد كده نوتنجهام، بعد كده ارسنال. يعني اللي هو ايه، احنا بنمشي على سطر ونسيب سطر. بس في الفتره دي هنكون عرفنا اليونايتد عامل ازاي وطريقه لعبهم. وهويلاند هنكون شفناه اكتر. وهويلاند على فكره لسه ما نزلش، يعني احنا لسه مش عارفين اصلا هينزل بكام. بس انا شايف اهم ناس في اليونايتد راشفورد 9، برونو 8.5، ونينا 5. شكرا.